ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنجرب حاجة جديدة على القناة وسلسلة لسه مش عارفين هنسميها ايه، بس غالبا المطعم ده بيقول ايه. والنهارده هنجرب مطعم النبوية. جبنا من النبوية الحاجات اللي انتوا شايفينها دلوقتي، والمطعم برضو طبعا ليه اسم تاني مطعم الشبكة اللي ده هو موجود الشبكة في أجمل أحياء القاهرة، وهو الدرب الأحمر. الأماكن الساحرة اللي في القاهرة والمطاعم البلدي القديمة بتاعتنا بتاعت زمان دي. فعشان كده الأكل متميز جدا من قبل ما نجربه، لأن هو جاي زي ما قلت لكم من أحسن الأماكن في القاهرة، وهي منطقة الدرب الأحمر. جات لنا في أقل من نص ساعة مسافة ما طلبناها، وباين من الباكجينج بتاع الحاجة إن هي جاية سخنة جدا. طيب، اول حاجه جبناها وهي صدر البط اللي هم مشهورين بيه. هم مشهورين بكل انواع اللحوم البلدي، وطبعا الرز بالمكرونه بتاعهم اللي تقريبا معمول بالسمنه البلدي. والشوربه بتاعتهم كانت مظبوطه بالشعره، الملح مع التوابل. بجد حاجه جميله جدا. اما بقى الفراخ فحاجه لا توصف، ريحه زمان وطعم زمان. واللحمه الضاني اللي كانت مع الطلب ده كانت دايبه زي ما انتوا شايفين. اللحمة مش مستحملة اصلا ان انا امسكها. تمام. وجي مع الاكل برضو طبق الفريك اللي بالصلصة الغريبة اللي هم بيعملوها دي، وده كان طعمه اكتر حاجة عجبتني. وبعدها اللوبيا المشهورين بيها، وجاية زي ما انتوا شايفين سخنة جدا. اما بقى الملوخية فلازم تجربوها بنفسكم، كانت وهم. جاي مع الاوردر 4 ترغيفة تقريبا، والعيش كان طري وسخن جدا مع ان انا طالب الاوردر ده بالليل. الاكل كله على بعضه كده هو مش طعم مطعم، هو طعم بيوت زمان. بيوت زمان الحلوة، بيت جدتك، بيت تيتا، البيوت الجميلة. يعني زي ما انتوا شايفين كده، البطة بلدي فعلا. الطعم بتاعها مسكر، النسيرة نفسها بتاعت البط زي ما انتوا شايفين هي بتدوب يا جماعة، حرفيا بتدوب. الحاجة نضيفة جدا، وهنتأكد من النظافة بقى في الفراخ. الفراخ أول ما فتحناها اللون الأبيض ده واصل لحد العظم جوه. بجد حاجة نضيفة جدا جدا جدا. وعشان برضو أقول لكم أكتر حاجة عجبتني، هي دوبان اللحمة، كأني باكل مندي بالظبط وبس. وده المنيو فيه كل أرقامهم والعنوان عشان لو حابين تجربوه، وفعليا أسعارهم بالنسبة للجودة اللي هم فيها منافسة جدا. بالهنا والشفا.